أهلا بكم في قناة تويتا. اشكر يا حاج، ألف شكر يا سعادة البيه. حقكم عليا يا رجالة. ده حق أنا مستحق خلاص. يعني صافي يا لبن، حليب يا قشطة. بعد مرور قرابة 28 عام على أول عرض لمسلسل ذئاب الجبل، لا يزال المسلسل الشهير محتفظا بتصدر أعلى نسبة مشاهدة، ورغم الزحمة الدرامي والحبكة الإخراجية التي شاهدها العمل على مدار حلقاته 18، إلا إنه كما يقال لكل جواد كبوة. وكانت كبوة مسلسل ذئاب الجبل ظهرت في خطأ إخراجي خلال مشهد النهاية في الحلقة 11، والتي شهدت شجار بين البدري بدار وهو أحمد عبد العزيز واثنين من رجال أحد منافسي الحاج حسين المصري وهو محمد الضفراوي، لينتهي المشهد والحلقة بقدوم الشرطة وسط ذهول وصدمة من البدري بدار. وهنا يقع الخطأ في بداية الحلقة 12 داخل قسم الشرطة لإنهاء الخلاف، ليظهر شخص آخر غير الذين تشاجر معهما البدري بدار، فلم يكن بين من بدأت به الحلقة 12 وعن من انتهت به الحلقة 11 أي وجه تشابه، سواء في الشكل الخارجي أو حتى التركيبة الجسمانية أو الملابس. وكان احتفل النجم أحمد عبد العزيز بمرور 27 عام على عرض مسلسله ذئاب الجبل الذي عرض عام 1993 من إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك في بطولته سماح أنور وصلاح عبد الله وعبد الله غيث وآخرون. وتدور أحداث المسلسل في إحدى بلدان الصعيد وتدعى بهتون الجبل، حيث يسكنها الهوارة ذو العادات والتقاليد والعصبية الشديدة، والتي قام فيها الشيخ بدار وهو حمدي غيث بكسر العادات وزواج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، وسط رفض نجله البدري بدار وهو أحمد عبد العزيز، ليتواكب ذلك مع وجود الشر المتمثل في علوان البكري وهو عبد الله غيث الذي يتزوج من خادمته التي تدعى مهجة وهي وفاء مكي، وبزواجه منها تحمل منه وتحاول إعلان زواجهما، إلا إنه يرفض حتى لا تسوء سمعته في البلد وأهله، فيقرر قتلها. ويكون يوم قتلها هو يوم سفر ابنة الشيخ بدار وردة وهي سماح أنور للزواج، وكان مسافرا معها والدها وابن عمها ياسين وهو أحمد سلامة لإتمام زواجها بحاتم وهو شريف منير، وتتجه معه إلى إنجلترا. وباختفاء وردة تحوم الشكوك حول البدري بأنه قتل شقيقته، وبالفعل يتم القبض عليه، ولكنه يتمكن من الهرب بمعاونة دبور وهو أحمد ماهر، ويسكن مع المطاريد ثم يسافر إلى الإسكندرية بشخصية جديدة تحت اسم فاروق القناوي بمساعدة حسني أبو دبيكي وهو صلاح عبد الله، والذي ساعده أيضا للعمل لدى الحاج حسين المصري، والذي يعجب به ويزوجه ابنته نورة وهي ميرنا وليد. وتمر الأعوام ليتقابل بدري بعد أن أصبح رئيسا لشركة مقاولات كبرى مع المهندس حاتم زوج وردة، ويتقابل بدري مع وردة في آخر مشهد من المسلسل في الحلقة الأخيرة. وإليكم مجموعة صور من كواليس المسلسل.
اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.